هنسافر معاكم للبنان في رحلة فنية بدعوة من القنصل العام دولة لبنان السيد أسامة الخشاب والفنان السكندري ابن الإسكندرية خالد هنو. هنسافر معاكم للبنان، يلا معاكم. خالد هنو الرئيس مجموعة الصغر للثقافة والفنون بمدينة الإسكندرية، برحب بيك واهلا وسهلا بيك. واحنا داخل الجمهورية اللبنانية تحديدا في منطقة شبيل. سجلي الاول احساسك بالمكان الجميل والرسومات الرائعة اللي حضرتك بترسمها، وليه اخترت بيروت، اخترت لبنان بالاخص؟ طبعا انا برحب بيكم واشكركم على وجودكم معايا في لبنان، لان نسجل يعني اللحظه دي والتجربه الفنيه اللي انا بقوم بيها. الحقيقه كل فنان طبعا بيبحث دائما عن مثير او شيء يحرك مشاعره واحساسه عشان يقدم عمل فني جديد او يقدم عمل ابداعي مختلف. مفيش شك ان لبنان يعني دولة مختلفة، فيها حاجة، فيها جماليات، فيها لاندسكيب، فيها آثار، يعني مدينة مختلفة. ده اللي دفع طبعا كتير من الفنانين سواء كانوا مستشرقين او عرب، وعلى وجه الخصوص نتذكر منهم رائد فن التصوير المصري الفنان محمود سعيد، اللي عمل كم كبير جدا من اعماله عن لبنان. سجل فيها طبعا اشجار الارز، وسجل فيها مناطق تاريخيه وكده. فنفس الاحساس اللي كان يعني تهيألي اللي كان حاسس بيه محمود سعيد هو نفس الاحساس اللي انا حاسس بيه النهارده وانا في بيروت او في لبنان. النهارده احنا في مدينه مهمه جدا، مدينه تاريخيه اثريه اللي هي مدينه جبيل او بيبلس. زي ما احنا شايفين الفيول الرائع المختلف، المية الرائعة والمباني الأثرية، وفي نفس الوقت بتلاقي الخضار مالي كل مكان في بيبلس. فأكيد ده هيخليني إن أنا أطلع نتيجة مختلفة يعني. حبك وعشقك للبنان بلا حدود، رسمت يمكن رسومات كتيرة ومختلفة، وفي منها مقارب شوية لبعض الرسومات موجودة في اسكندرية زي قلعة قايتباي اللي موجودة مكان منارة الاسكندرية القديمة. خليني أسألك، طبعا كل أوطاننا العربية أوطان جميلة بها يعني أشكال مختلفة وتضاريس وحباها الله من مناظر مختلفة. لو قلنا ان في طبعا وجه تشابه ان احنا عرب تجمعنا كلنا لغة الضاد، لكن هنقول ان هناك اختلاف في الطبائع والشخصيات والثقافات ايضا. نقدر نقول ازاي في علاقات قوية على مدى الزمان بين لبنان ومصر، بين المناظر بالحضارة الفينيقية الكنعانية والحضارة الفرعونية، بين هذا الشعب اللي بيحب الحياة والشعب المصري المتميز بالنكتة وبالسخرية. وضح لي بالرسومات وبالفن مدى عمق العلاقة ما بين لبنان ومصر. هو لبنان ومصر بيتفقوا في حاجة مهمة قوي، ان هم عمق التاريخ او عمق الامتداد التاريخي، وفي نفس الوقت تعاقب الحضارات المختلفة عليهم. مصر ولبنان حصل لهم نفس الموضوع. مصر طبعا 7000 سنة، لبنان حوالي 5000 سنة. لبنان عدى عليها الإغريق اليونانيين، عدى عليها الرومان، عدى عليها الفتح الإسلامي أيام الخليفة أبو بكر الصديق وفتح خالد بن الوليد. الحضارات دي كلها عدت على مصر، فالاثنين يعني ما أنا بقول لحضرتك نفس الموضوع. ويمكن لبنان كانت في فترة جزء من الحضارة المصرية القديمة لما كان في عهد الدولة الحديثة تحتمس الثالث.
كان عمل لبنان يعني جزء من مصر اصلا، وحصل تبادل ثقافي وتبادل حضاري وتبادل تجاري بين الدولتين، وده تنه مستمر لغايه العصر الحديث لحد محمد علي. وفي نفس الوقت الامير امير دوله لبنان اللي هو بشير الشهابي. مشاهدينا، احنا موجودين مع حضراتكم في مكان تاريخي وعبق تاريخ جميل وقديم، بيت الدين، بصحبة الفنان خالد هنو. دكتور خالد، برحب بيك، اهلا وسهلا بيك. وقولي الاول يعني اشمعنى المكان التاريخي ده اللي اخترته؟ بيت الدين طبعا مكان مهم جدا، مهم بالنسبة للبنان ومهم بالنسبة لمصر برضه، لانه هي في فكرة ان احنا نعمل بورتريه الامير بشير الشهابي، الامير بشير الشهابي الثاني، وده كان حاكم لبنان في اوائل 1800. فكنا في فكرة، اتفقت مع معالي قنصل لبنان ان احنا نعمل بورتريه شخصي يتحط في مقر القنصلية بالاسكندرية، وكان لازم انه يتم عمل دراسة وسكتشات عن الشخصية اللي انا هرسمها. فكان مهم قوي اني اجي اشوف هو كان عايش فين، مكانه، المكان اللي كان بيقعد فيه بياكل فيه، الرواق الجميل ده اللي كان بيتمشى فيه. كل الحاجات دي بتفرق معايا انا في دراستي للشخصيه، لانه المفروض ان انا بطلع احساسي في الشخص اللي انا شايفه. الامير بشير الشهابي كان شخصيه قويه جدا، عنده قسوة وحدة في ملامحه، حتى يقال انه ما كانش حد يقدر يبص في شكله، يعني يبص في عينه كده كل الناس تتعاطي من شدة شخصيته. بدأت أجمع سكتشات، بدأت أشوف هنا في إيه عندهم اللوحات، إن أنا أعمل لوحة تبقى منفردة مش مكررة. والحمد لله يعني استفدت كتير من زيارتي للمكان ده. أكيد رسمك للشخصية من خلال صور بتختلف تماما عن رسمك للشخصية في المكان نفسه، واختيارك لبيت الدين المقر اللي كان عايش فيه الأمير بشير الشهابي الثاني. قولي الأول، استفدت إيه من إنك أنت تكون موجود في المكان عشان ترسم اللوحة نفسها، واختيارك للوحة والألوان والمكان، حبك ليه؟ احكي لي عن إحساسك بكل ده. بصي، انا انا دارس لعلم الروحانيات والعلم المهم ده دايما يقول لك الشخص بيترك طاقة في المكان. يعني انت تحسي انه بشير موجود في المكان، سايب الاثر ده بينعكس عليا انا وانا برسم اللوحة، انا حاسس بيه، حاسس انه كان موجود. وبتخشي بقى في حاجة روحانية شوية، ان انت مستهيألك ان هو كان قاعد هنا دلوقتي، ان هو كان بيتحرك هنا. كل ده وانا بشتغل بيفرق معايا كتير قوي. طبعا انا كنت اتمنى ان انا ارسمه وهو موجود يعني مباشرة، لكن ده يستحيل. يعني رحل عن عالمنا بقاله 200 سنة تقريبا، وعهود، وبالتالي لم يبقى الا بعض الصور الفوتوغرافية القليلة قوي اللي انا بستعين بيها. ما يكفيش ان انا اقعد كنت ممكن على فكرة احصل على الصور دي وانا قاعد في اسكندرية، لكن لا، انا حبيت ان انا اجي، احساسي بالمكان، الراجل ده كان عايش فين، كان بيعمل ايه، ال 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 القوة اللي في شخصيته جت منين. ما هو لما نشوف هذا الصرح العظيم اللي احنا بنتجول فيه، نحس قلعة، فنحس فعلا بقيمة الشخصية اللي انا برسمها. مستمتع جدا بوجودي في المكان الجميل ده. وطبعا مستمتع بوجودكم معايا في المكان. اختيارك للالوان، هل حاولت ان انت تغمق من درجات الالوان؟ هل احساسك طبعا بعد ما جيت المكان وشفت صورة الامير بشير الشهابي الثاني، ممكن تكون الرسومات تكون
يعني اللوحة بدأت تبقى ألوانها تقل شوية، هل أنت حاولت أن أنت يعني تخلي اللوحة أغمق شوية، تكون فيها ألوان حية أكتر؟ احكي لي يعني إحساس الفنان بيبقى له مضمون تاني عن صورة تكون موجودة في المقر منذ أعوام وأعوام طبعا. هي في صورة مرسومة اوريدي ليه بالألوان الزيتية. الصورة اللي موجودة مأخوذة من صورة فوتوغرافية. الصورة الفوتوغرافية الأصلية بتاعت الشخصية الملامح حادة شوية، وفي رفيع، وشه رفيع وكده. الصورة اللي اترسمت متخناه شوية، ومش مش محققة القسوة اللي في وشه اللي احنا من الصورة الفوتوغرافية، بجانب ان هو استخدم ألوان تحس ان هي مش مناسبة لقوة الشخص وعمقه. فبدأت انا افكر في ده، فعملت باك جراوند ذو قيمة، غامق كده، وتحسي بشموخ الشخصية. واحنا شفنا ده في اللوحات اللي اترسمت لمحمد علي وللباشوات اللي عندنا. وصلنا معاكم لمنطقة بعلبك أو بعلبك باللغة العربية، وهي منطقة أثرية من الدرجة الأولى. الآثار الجميلة اللي أنا واقفة فيها آثار رومانية، تحديدا بناها جوليوس سيزر أو يوليوس قيصر. الحقيقة إن خليني أديكم إطلالة كده سريعة عن المنطقة. منطقة جميلة جدا ومنطقة أثرية، هي بتبعد أميال حوالي أكتر من 100 كيلو متر عن العاصمة اللبنانية بيروت. والحقيقة أن الطقس هنا برد، بيختلف تماما عن بيروت. احنا بنصور في شهر مايو، ويمكن انا لبست الجاكيت النهارده لان اتفاجئت بان الجو رطب، يعني الجو أبرد بكتير من بيروت. خليني أستقبل ضيفي اللي بيشرفني، دكتور خالد هانو. دكتور خالد، أهلا وسهلا بيك. أنت حريص دايما ان انت ترسمها وتكون موجود في المكان لايف علشان ترسم الاثار الجميله اللبنانيه دي. احكي لي الاول شويه عن احساسك بالمكان، واحكي لي عن هويتك في انك بتحب ترسم الحاجه لايف. يعني طيب، ما ينفعش طبعا نكون في لبنان وما نجيش بعلبك، المنطقة الأثرية العظيمة دي اللي يعني بناها يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني المشهور. بنى معبد جوبيتر اللي هو إله الشمس، وأيضا في وشه هنلاقي باخوس إله الخمر. بنلاحظ الأعمدة الضخمة جدا اللي انت تبص تحس ان منظر يديك إحساس بالعظمة. المنحوتات الفنية الرهيبة جدا اللي بتأكد قد ايه الناس دي كان عندها فن النحت عبقري. كل ده طبعا بيستفز اي فنان ان هو يجي ولايف. ما ينفعش طبعا يرسم الصورة، لان الصورة الكادر بيحكمك، لكن انت بترسم زي ما انت عايز، بتختار الكادر اللي انت عايزه، بتختار الزاوية اللي انت بتفكر فيها، وممكن على فكرة تحذف او تضيف الموضوع بتاعك. فاحنا قدام يعني في زمن معين، في نهار معين، بشمس او بعدم وجود الشمس، بالكلاودز اللي موجوده، يعني بتختلف طبعا. بتختلف. هو احيانا زي ما حضرتك شفتي انا بقى اخدت سكتشات من زوايا كتير، وبعدين بعد كده برجع الاستوديو عندي او الاتوليه بتاعي، وببدا افكر ايه ممكن احطه، ايه ممكن احذفه، ايه ممكن اضيفه. يعني ممكن تلاقي الصخور هنا ممكن ما احطهاش، لان حاسس ان هي مش هتضيف للمكان، بل هتبقى زياده على المكان. لكن الطبيعة العامة بتاعت المكان مهمة قوي. ممكن الاقي شجرة مش مكانها مش كويس فاحذفها. السحاب ممكن اغير في اماكنه، ممكن اخلي السحاب كتير قوي او اخلي السماء صافية. ده كل ده بيعتمد على احساسك بالمكان. المكان بيفرض عليكي
الجو بتاعه، بيفرض عليك الإحساس بتاعه. فلا يمكن أبدا فنان يرسم وما يحضرش المكان لايف، يعني يرسم من خياله مثلا، ده إحساسه مش هيبقى موجود أبدا في اللوحة. احنا موجودين مع حضراتكم في منطقة عنجر، وحوالينا طبعا الآثار الجميلة، ومعانا الفنان الدكتور خالد هنو. ازيك يا دكتور؟ يعني انا طبعا حابه ان احنا نتكلم على المكان الاثري التاريخي الجميل اللي احنا واقفين فيه في منطقه عنجر، وهي من احد المناطق الجبليه في لبنان. كلمني اكتر عن المنطقه وحبك للمنطقه الاثريه دي. طبعا منطقة عنجر هي الجزء الثاني من منطقة الآثار اللي احنا شفنا الأول بعلبك. ده تعتبر المدينة الثانية أو الجزء الثاني. عنجر الامتداد للآثار الرومانية أو للإمبراطورية الرومانية، لكن هنا الحقيقة الآثار مختلفة عن اللي احنا شفناها في بعلبك. من ناحية الحجم، حجم العمود أصغر، من ناحية الكيرفات اللي هنشوفها في المكان، من ناحية وضع الحجارة مختلف، ترتيب وضع الحجارة. فالأماكن هنا الحقيقة مختلفة، وبالتالي بيثير الفنان أكتر إن هو طالما في اختلاف دايما يبقى الفنان بيفكر إنه يعمل عمل جديد. فالمكان هنا الحقيقة يعني ممكن استوحي منه أكتر من عمل فني، خصوصا الخلفية اللي احنا واقفين وراها ممكن تطلع منها لوحة رائعة جدا، لأن مجموعة الأعمدة المربعة اللي احنا طبعا المكان التاني ده فيه برضو كان أعمدة مربعة 4 أعمدة، لكن 3 وقعوا وبقى عمود واحد بس موجود. إلى جانب المساحات الخضراء اللي بتتميز بيها لبنان عموما، لكن المساحات الخضراء دي الفنان بيحب قوي يحطها كباك جراوند للعمل بتاعه. السماء الجميلة بالسحاب اللي احنا شايفينه ده، كل ده مثير لمشاعر وأحاسيس الفنان. وصلنا مشاهدينا مع حضراتكم في شارع الروشة، تحديدا هو شارع الكورنيش، أشهر شارع موجود في بيروت العاصمة اللبنانية. ومعايا طبعا دكتور خالد هنو، هنتكلم معاه عن اللوحة الجديدة اللي بيرسمها لصخرة الروشة. برحب بيك دكتور خالد، ازيك؟ أهلا بحضرتك. دكتور خالد، يمكن الجمال اللي أبدعه الخارق لا يوصف. حجرة الروشة أو صخرة الروشة، الصخرة ليها يعني مكانة معينة في قلوب كل اللبنانية، وكمان يمكن تم تسجيلها في أفلام كتيرة قوي شفناها في أفلام مصرية. خليني أسألك طبعا، يعني انت ايه اللي حببك فيها غير اللي انا قلته كمان وحسيت ان انت عايز ترسمها لايف؟ مبدئيا طبعا احنا اسكندرانية، يعني البحر بيمثل لنا حاجات جميلة جدا. اول ما بنشوف البحر بنجري عليه على طول، فالبحر في كل حتة في العالم شبه بعض يعني. انا حاسس وانا واقف قدام البحر دلوقتي ان انا على شاطئ الكورنيش في اسكندرية، بريحة اليود اللي احنا بنشمها، بصوت الموج الجميل. فطبعا ده لوحده البحر اللون بتاعه بقيمه الجمالية بيديني حاجات كتيرة قوي. انا رسمت البحر في اسكندرية اكتر من مرة، وفي نفس الوقت في صخور عندنا الى حد ما قريبة الى الصخور اللي موجودة هنا، لكن مش بالشكل ومش بطبيعة صخرة الروشة اللي سبحان الله بنلاقي حالة كده اتعملت منفردة، صخرتين كبار وبينهم فتحة شكلها مبدع جدا، وبقت معلم من معالم بيروت. ما فيش حد في العالم بيجي بيروت إلا لما يقف قدامها. فأنا الحقيقة أي معلم طبعا بيجذب الفنان، حابب إنه يشوف هيقدر يدي فيه إيه أو يعمل معاه إيه. طبعا صخرة الروشة المشكلة عندي إن إحنا بنحاول نشوفها من منظور رأسي شوية، وده في الرسم ما بيبقاش جيد.
فبحاول اعمل لها سكتشات من زوايا كتيره بحيث ان انا ارسمها من منظور افقي، بحيث تبقى بشكل اكثر ابداعا يعني. رجعت معاكم لحبيبتي، وهيكون لينا زيارة لمبنى القنصلية عشان نشوف ونتعرف على لوحات الفنان خالد هنو اللي بتزين كل جدران القنصلية. الإسكندرية مدينة، يعني بس تقول الإسكندرية معناها الثقافة والفن والحضارة، وفي معالم الإسكندرية الكثير من اللوحات الفنية والتاريخ الفني. ومنذ قدومي إلى الإسكندرية هناك تواصل دائم مع المراكز الفنية الموجودة في الإسكندرية والمراكز الثقافية. وطبعا هناك ساحات عديدة وميادين عديدة تتفاعل فيها الفنون في الإسكندرية. كان في مكتبة الإسكندرية حيث هناك العديد من المعارض، وأيضا في أوبرا الإسكندرية، وأيضا في أتوليه الإسكندرية، وفي عدة مراكز فنية إسكندرانية. وقد دعيت إلى عدة افتتاحات لمعارض رسامين تشكيليين في الإسكندرية أو أيضا نحاتين في عدة مناسبات. وقد لفتني كثيرا ما يقوم به الفنان السكندري خالد هنو من حيث أسلوبه الفني وتعمقه في مجاله والمقدار الكبير من المعرفة الذي يحمله، وهو ناقد بامتياز ومطلع بامتياز على المدارس الفنية وتاريخها، وأيضا على نواحي عديدة من الفن المصري والفن العالمي. وقد كان لنا عدة نقاشات استفدت خلالها كثيرا. وقام بداية بترميم لوحتين فنيتين موجودتين في القنصلية كانتا بوضع مأساوي طالهما عوامل الزمن والرطوبة لفنان إيطالي يدعى بروزاتي. وقد قام الفنان خالد هنو بترميم هاتين اللوحتين بأسلوب رائع، ومن الصعب جدا أن نعلم أنه قد قام بترميمهما حقيقة. ومن هنا كان لي ملء الثقة بما يقوم به، واطلعت على أعماله وعجبت كثيرا بها، ووجدت أنه يعني يحمل الفن الراقي، الفن الأصيل، الفن الثقيل نوعا ما من حيث جودة المواد التي يستعملها، وأيضا نوعية الرسم الذي يرسمه. وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمدينة الإسكندرية، ويرسم مدينة الإسكندرية بطريقة رائعة جدا. وقد أصبحت لوحاته معلم من معالم التعريف عن الإسكندرية.
من هنا تشجعت و يعني حاولت أن أسأله أكثر عن اهتماماته، فوجدت أنه متعدد الاهتمامات، يرسم أشخاص وأيضا يرسم معالم طبيعية ويرسم أيضا أماكن، وفي كل هذه الأطر التي يرسمها يبدع حقيقة. لا تتخيلي مدى السعادة اللي بيشعر بها الفنان بعد ما يتعب ويجهد ويفكر ويقعد يرسم ويسهر ليالي ما ينامش وقهوة بقى ويقعد يسمع مزيكا وبتاع عشان ينتج عمل فني، وفي الآخر يجد أعمال فنية بتزين جدران مكان عظيم صرح كبير زي قنصلية لبنان. أنا ببقى ماشي مذهول، أنا ماشي في الطرقات الآن وأنا شايف الأعمال كلها اللي احنا عملناها وفكرنا فيها، وأنا لا أكاد أصدق إن أنا إيديا دي عملت الإنتاج ده. فعلا يعني شعور غير عادي، شعور بالفخر، شعور بالسعادة. ولما تسمعي الشخصيات العظيمة وهي بتتكلم عن الإنتاج اللي احنا عملناه تحس إن احنا الحمد لله يعني قدرت أسيب حاجة للأجيال اللي جاية، زي ما الأجيال اللي قبلينا سابت لنا حاجة جميلة واستمتعنا وفرحنا بيها، وبنروح المتحف نبص نقول ربنا يرحمهم عملوا حاجة جميلة قوي. النهاردة أنا حاسس إن أنا سايب لأولادي أنا في الأول ولكل الناس حاجة جميلة قوي، لما يجوا هيشوفوا يقولوا في واحد مصري سكندري عمل حاجة كويسة. نتمنى تكون حلقتنا النهارده كانت ممتعه وجذابه، ونتمنى كمان مدينه اسكندريه تفضل مدينه الفن والثقافه لحد اخر الزمان.